السلام عليكم. الاهلي اتهزم في 3 ماتشات وكل ماتش اتهزم فيه ب3 اهداف. تقول لي النادي الاهلي انت بتهزر؟ ايوه زي ما بكلمك كده. اتهزم من الزمالك انسحب بقى، ما هو دلوقتي مسحوب 3-0، هم حسبوا له النتيجه كده 3-0. راح الاهلي لعب بالناشئين بتوعه امام طلائع الجيش. طلائع الجيش هزم الاهلي 3 اهداف مقابل هدف باخطاء دفاعيه. بس كده خلاص؟ لا لا، ده الاهلي لعب مع زد في ماتش ما تعادش، الاعلام ما اتكلمش عليه كتير، لعب معاه ماتش ودي كده اتهزم 3 برضه يا حب. ايه موضوع ال3 اللي نازل على الاهلي ده؟ 3 ورا 3. ايه يا جماعه؟ لا 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 لا. الاهلي خد التقيله بقى. الاهلي عشان ياخد بطوله الدوري بعد ما تطبق عليه اللوائح والقوانين اللي هي بتقول كالاتي: هيتخصم منه 3 نقاط في نهايه الموسم وهندي الزمالك 3 نقاط. لازم بقى في التطبيق او الفيلم اللي قلت لك عليه ده، لازم الاهلي يفوز ال7 ماتشات اللي وراه قولا واحدا. يعني الاهلي لو ما فازش ال7 مباريات الجايين ما هوش واخد الدوري. يبقى انت كده بتقول لي طب في امل ولا ما فيش امل؟ في امل. ده النادي الاهلي يا حبيبي، مش انت عارف لو الزمالك كنت بقول لك، كنت قلت لك الزمالك لو قدامه 3 ماتشات اعتبروا ان هو مهزوم وطالع من الدوري 3. النادي الاهلي بيواجه اصعب تحدي في تاريخ كرة القدم المصرية. 7 مباريات هيقابل فيهم بيراميدز، وهيقابل فيهم الزمالك، وهيقابل فيهم مش عارف مين، وهيقابل فيهم المصري، هيقابل فيهم اقوى، ولو قابل سيراميكا كليوباترا هتبقى اسود. الاهلي بيقابل اسوأ مرحله عدت عليه في تاريخه، ولو عدى المرحله وخد الدوري مش هيقدر على النادي الاهلي غير، مش عاوز اقول برشلونه او الريال. ممكن في حاله زي كده يقدروا على الاهلي. ده لو الاهلي خد الدوري من بيراميدز، القائمين على نادي بيراميدز ممكن يحصل لهم حاجه. انا متصدر فوق والاهلي تحت، هزايم هزايم، يقوم الاهلي واخد الدوري مني. موضوع مش هقول لك صعب على مين، صعب على الزمالك النادي الاهلي لا. ما انت كزملكاوي ما تزعلش برضه. ليه ما تزعلش؟ ليه؟ لان انت الاهلي اداك نفس بسبب انسحابه، اداك نفس رجعك للحياه تاني. انت كنت ميت، انت كنت خلاص فاقد الامل. انت كده ممكن تاخد مركز تاني تلعب السنه الجديده دوري ابطال افريقيا. يعني الاهلي ادى للزمالك نفس، ودي غلطه كبيره من اداره النادي الاهلي بقرارهم في الانسحاب. اديت المنافس بتاعك نفس، وانت كزملكاوي افرح بقى. افرح ليه؟ لان انت خدت نفس ممكن ينقلك وتاخد البطوله. مش هينزلك تحت على فكره، وممكن ينزلك تحت سنه تاخد بطوله، تخش بطوله دوري ابطال افريقيا السنه الجديده، والاهلي يدخل الكونفدراليه اللي عمال يعيب عليه. موضوع صعب. الاهلي صعبها على المشجعين، صعبها على كل الناس كلها. هنا التحدي بقى، وانا هسيب التعليقات مفتوحه للناس تشارك برايها. هل النادي الاهلي يقدر ياخد الدوري بال7 المباريات دول ولا لا؟ قولا واحدا تكتب لي في التعليقات، هل يقدر ياخد الدوري ولا لا؟ هل ممكن ينسحب ولا لا؟ انا هسيب وتفتكر مين اللي هياخد الدوري؟ الزمالك، بيراميدز، الاهلي. والاهلي مع العلم قدامه 7 مباريات لازم يكسبهم عشان ياخد الدوري. تعليقات مفتوحه، شاركوا برايكم.